كل سنة وانت طيب. جملة بنقولها لبعض الأيام دي واحنا محملينها أمنيات كبيرة قوي. بنبص للساعة وهي بتدق 12 بالليل يوم 31 ديسمبر كأنها عصاية سحرية. أول ما تدق حياتنا هتتغير، الكرش هيختفي، المحفظة هتتملي، العلاقات البايظة هتتصلح لوحدها. بس الحقيقة اللي بنخاف نقولها لنفسنا إن يوم 1 يناير هو مجرد يوم عادي من أيام ربنا. الشمس بتطلع فيه من نفس الناحية والقهوة طعمها ما بيتغيرش. احنا ليه رابطين سعادتنا وتغييرنا بورقة نتيجة؟ ليه بنستنى 365 يوم عشان ندي لنفسنا إذن إننا نبدأ؟ السنة الجديدة مش هي الشرط، السنة الجديدة هي مجرد ظرف زمان. عارف ايه المشكلة؟ عارفة ايه المشكلة؟ عارفين ايه المشكلة؟ اننا بنخلي السنة الجديدة شماعة. بقول انا هبطل سجاير من السنة الجديدة، هبدأ دايت من السنة الجاية، فبندي عقلنا اجازة وبنبوظ الدنيا اكتر في ديسمبر. ولما بيجي يناير وبنكتشف ان احنا نفس الاشخاص بنفس العيوب ونفس الكسل، بنحبط وبنرمي الفوطة ونقول خلاص السنة دي باظت كمان. يا جماعة التغيير مش محتاج احتفال، التغيير محتاج قرار. اهلا بيكم في فضفضة. انا ابراهيم، هفضفض معاكم وتفضفضوا معايا. هنفضفض سوا في كل جوانب الحياة ونفهم مشاكلنا فيها عشان نحاول نوصل للحل، او على الاقل نفهم ازاي بتأثر علينا. وفي حلقة النهاردة هنفهم ازاي البداية ملهاش اي وقت على قد ما ليها علاقة بالارادة. بس الاول تعالوا نشوف حدوتة عمر وهاني. في ليلة ساقعة في نص شهر نوفمبر كانوا قاعدين على قهوة في وسط البلد، الدخان طالع من كوباية الشاي وصوت الزحمة حواليهم كان عامل كأنه وشوشة في ودانهم بتفكرهم ان العمر بيجري. عمر عنده 30 سنة، شغال محاسب في شركة شحن بمرتب يدوب بيمشيه. كان بيكلم صاحبه ويقول: يا هاني، انا بقيت احس ان انا عايش في ساقية، واصحى اروح الشغل، اسمع كلمتين من المدير، ارجع انام، والسنين بتعدي. هاني عنده 29 سنة، خريج فنون تطبيقية بس شغال كول سنتر. رد عليه وقال له: انا ألعن منك يا صاحبي، انا نسيت شكل الفرشة والالوان. بس الفكرة اللي كنا بنقولها زمان عن ورشة تصنيع الأساس المودرن لسه في دماغي، بس الخوف مكتفني. هنبدأ منين؟ ومعانا كام؟ وغير كده إن السوق ما بيرحمش الصغير ولا بيديله فرصة بجد. قعدوا يتكلموا بالساعات عن حلمهم إنهم يفتحوا براند للأساس المصري اللي معمول بشكل يدوي وبروح عصرية. بس الخوف كان هو البطل. الخوف من الفشل، الخوف من كلام الناس، والخوف من انهم يسيبوا الامان المزيف بتاع المرتب الثابت ويستثمروا وقتهم وفلوسهم في حاجة مش عارفين نتيجتها. قبل راس السنة ب10 ايام اتقابلوا تاني، بس المرة دي عمر كان معاه نوت بوك صغيرة. بص يا هاني، احنا طول عمرنا بنقول بكرة، بكرة ده عمره ما بيجي. ايه رأيك نخلي 1 يناير هو نقطة ومن اول السطر، ونبدأ الخطة وننفذ اكتر ونتكلم اقل؟ هاني بصله بصدمة: انت بتتكلم جد؟ طب والفلوس اللي هنجيب بيها الخشب، والمكان اللي هنعمل فيه الورشة، والعدة اللي محتاجينها؟ عمر بصله وقال بكل ثقة: هنبدأ من جراج بيتكم القديم، فاضي ومحدش بيستخدمه اصلا، والفلوس كل واحد فينا يحوش اللي يقدر عليه. المهم اننا يوم 1 يناير نكون نفذنا وانتجنا اول تصميم. واتفقوا، بس بقى في تاريخ بيطاردهم، ديدلاين يوم 28 ديسمبر. كانوا لسه ما خلصوش اول قطعة. هاني جاله دور برد شديد ووقع من طوله، وعمر واجه مشكلة في شغله كانت ممكن تخليه يترفد. الدنيا بدأت تضلم. هاني قال لعمر وهو بيكلمه في التليفون وكان بيضحك بحسرة: شفت يا عمر، كأن الدنيا متفقة علينا وبتقول لنا اقعدوا في مكانكم ما تتحركوش. عمر رد عليه بحسم: لا يا هاني، لو استسلمنا دلوقتي هنفضل طول عمرنا بنشتكي. خلي بالك من نفسك، واول لما تبقى كويس نكمل اللي احنا ابتديناه. ليلة راس الساعة هاني بقى احسن شوية والناس كلها في الشوارع بتحتفل وبتنبسط. عمر وهاني كانوا في الجراج القديم، المكان كان مليان تراب وكراكيب. الساعة دقت 12، السما نورت بره بصوت الصواريخ، وجوه الجراج هاني كان ماسك متر وعمر ماسك منشار وبدأوا الشغل. هاني وهو بيضحك ودموعه قريبة: احنا مجانين يا عمر، الناس مبسوطة وبتتعشى بره واحنا هنا بنوضب في كراكيب. عمر رد عليه: المجانين هم اللي بيغيروا العالم يا صاحبي. النهاردة أول يوم في عمرنا اللي بدأ بجد. بدأوا يشتغلوا على أول قطعة ليهم، ترابيزة قهوة ميكس ما بين الخشب الطبيعي والنحاس. فضلوا صاحيين لحد الفجر، بيقطعوا وبيبردوا وبيصنفروا. كان في طاقة غريبة جواهم، خوفهم اتحول لإدرينالين. عدى شهر يناير وشهر فبراير، تعب
سهر وقلة فلوس، كانوا بيخلصوا شغلهم الأساسي ويجروا على الجراج يكملوا حلمهم. سموا البراند بتاعهم أثر. أول كام قطعة ليهم عرضوها على الانستجرام، لفتت نظر مهندسة ديكور معروفة ومشهورة. كلمتهم فون وقالت لهم تصميماتكم فيها روح، بس مش أي روح، تصميماتكم فيها حاجة من روح مصر بس بشكل شيك جدا. أنا عايزة منكم 10 قطع لمعرض جاي. عمر وهاني بصوا لبعض بعد ما قفلت معاهم المكالمة. اللحظة دي كانت تساوي كل سنين التوهان اللي عاشوها. وبعد أول بيع ليهم بشكل رسمي وأول فلوس يكسبوها من حلمهم، وبعد حماس البداية، اصطدموا بالواقع. اكتشفوا ان هم محتاجين ادوات اكتر، والادوات غالية جدا، والخشب سعره بيزيد كل يوم. هنا عمر قرر يبيع الموتوسيكل بتاعه اللي كان بيسهل عليه مشاوير الشغل، وقال مش مهم، اهو قرشين يسندوه في الورشة. اما هاني فباع اللابتوب الغالي بتاعه وجاب لابتوب مستعمل عشان يوفر الفرق. بطلوا قعدات القهوة وبقى اكلهم كله سندوتشات فول وطعمية او كشري. هاني كان بيقول بضحك ووجع احنا لو كملنا كده قولوني هنفجر يا عمر. في نص شهر مارس حصلت كارثة كبيرة جدا. ماسورة مية فرقعت في الجراج وغرقت كل الخشب اللي اشتروه بدم قلبه. هنا كانت اول كسرة حقيقية ليهم، فلوسهم حرفيا ضاعت في المية. الضغط المادي ولد ضغط عصبي، وانفجرت اول خناقة كبيرة بينهم في ليلة من ليالي شهر مارس بعد ما فاقوا من مصيبة المية اللي غرقت الجراج. كان الجراج ضلمة، ريحة النشارة مالية المكان، وعمر ماسك ورقة الحسابات وبيرغي يا هنفهم احنا لازم نستخدم خشب MDF في الاجزاء اللي مش باينة. الخشب الزان هيخسرنا، غير انه زان وده حرام، الزبون مش هيعرف الفرق اصلا، واحنا محتاجين سيولة. هاني خبط الشاكوش في الارض. مش هعمل كده يا عمر، انا مش هبني اسمي على غش. لو بدأت نص لبة هفضل طول عمري نص لبة. لو مش عاجبك نفضها سيرة وكل واحد يروح لحاله. عمر قال له باستغراب اروح لحالي فين؟ يعني انا بقى الموتوسيكل وحاطط شقايا كله هنا وانت عايش في خيالك؟ انا اللي شايل هم الفواتير لوحدي يا اخي، مدفوق بقى. ليلتها كل واحد مشي وهو فاكر انها كانت غلطة من البداية. ما كانش لازم يبدأوا هما مش جاهزين. وقعدوا يومين ما بيكلموش بعض، كل واحد قاعد في بيته بيفكر في الفلوس، في الوقت، في المجهود اللي ضاع. وبعد يومين خصام اتقابلوا تاني، بس المرة دي كانوا اهدى. قعدوا على القهوة اللي جنب الجراج وبدأوا يفكروا بعقل مش بعشم. اتفقوا ان عمر هيمسك الحسابات والتسويق بصلاحيات كاملة، وهاني هيمسك التصميم والجودة برضه بصلاحيات كاملة. ممنوع حد يتدخل في شغل التاني الا بالمشورة. وهاني اقترح فكرة عبقرية عشان يحلوا الأزمة المادية. بدأوا يشتروا طوالي خشب قديمة وشبابيك بيوت مهدودة ويعيدوا تدويرها. ده وفر ليهم 60% من تكلفة المواد الخام، وادى للمنتج بتاعهم ستايل قديم ومميز في نفس الوقت. في شهر يونيو وهم بيسلموا تاني اوردر ليهم اخيرا، بس الزبون كان رخم بيطلع القطط الفطسانه في الشغل. انبهر بالنتيجه وحاسبهم بالزياده كمان، وقال لهم انا لو اعرف ان الشغل بالحلاوه دي انا عمري ما كنت اصدق ان هو بالسعر ده. عمر بص لهاني، شفت الخناقه بتاعت نوع الخشب كانت صح، لو كنا استخسرنا ما كانش الزبون النتن ده دفع جنيه زياده. هاني ابتسم له وقال ولو ما كنتش انت ضغطت عليا في المصاريف ما كنتش فكرت في موضوع اعاده التدوير ده يا عمر، اللي هو بقى روح البراند بتاعنا، الحاجه اللي بتميزه. وادركوا ان الخناقات دي ما كانتش هدم للمشروع، دي كانت صنفره لشخصياتهم عشان يبقوا شركاء بجد. ولما جت ليله راس السنه اللي بعدها وقفوا في ورشتهم الجديده اللي بقت اكبر شويه. عمر طلع النوت بوك القديمه بتاعته واللي كان كاتب فيها مخاوفه، بس شطب على كلمه خايف منها وكتب مكانها قدرنا. عمر قال السنة اللي فاتت زي دلوقتي كنا بنقول يا هادي واحنا بادئين ومرعوبين من الفشل. هاني رد عليه وقال له الفشل حصل فعلا يا عمر، فشلنا ماديا وتعبنا واتخانقنا وكنا هنخسر بعض، بس الفرق ان احنا ما سيبناش ايد بعض واحنا في نص الطريق. الدروس اللي بنتعلمها من القصة دي ان البداية ملهاش ميعاد. حتى لو ابطال القصة دي اختاروا ان هم يبدأوا في سنة جديدة، الانسان فاكر ان شرط البداية في اي حاجة ممكن تساعده في حياته او تخلي حياته احسن هو السنة الجديدة. ايوه، كأن يعني تغيير الانسان ده مش بيتم غير لما الارض تلف 360 درجة حوالين الشمس. وخلينا افاجئك واقول لك ان ده مش صح اطلاقا. عمر وهاني لو كانوا بدأوا في اي وقت في السنة ما كانش هيفرق اي حاجة في رحلتهم خالص، بس ده مش من فراغ. تعلقنا بالسنة الجديدة ليه 3 اسباب منطقية بتخليك انت وباقي البشر كلهم بيفكروا بنفس الطريقة. اول سبب هو الصفر النفسي. الانسان بطبعه بيحب الصفحة البيضاء. بنعتبر يوم 1 يناير او اول الشهر فاصلة
بين النسخة القديمة الفاشلة والنسخة الجديدة الناجحة. المشكلة اننا بنتعامل مع التاريخ كأنه هو اللي هيقوم بالشغل بالنيابة عنك. تاني سبب، التسويف المقنع بالمثالية. يعني لما بنقول هبدأ من السنة الجاية، احنا الحقيقة بنهرب من مجهول دلوقتي. انت كده بتدي نفسك تصريح للفساد في ديسمبر، وبتدي نفسك وقت بنقنع فيه عقلنا اننا هنصلح كل حاجة بكرة، فبنتمادى في الغلط النهاردة. السبب الثالث، عقلية الكل او لا شيء. لو اليوم الاول في السنه ما كانش مثالي او بوظت الدايت يوم 3 يناير، بنحس ان السنه باظت كده ونرجع لنسختنا القديمه ونحفظ كرامتنا. ده سببه حدث السنه الجديده، مش بمسار رحله حياتك الجديده. الله، طب اعمل ايه؟ طب الحلول ايه وازاي نكسر الدايره دي؟ اول حاجه، تحط قاعده الان وليس غدا. التغيير الحقيقي بيبدا في لحظه ادراك المشكله. لو قررت تتغير الساعه 4 العصر يوم 3، يا عم ابدا، ما تستناش يا عم، لا استنى السنة الجديدة. تاني حاجة، الأهداف الصغيرة. حط لنفسك أهداف صغيرة وبلاش أحلام زي إن الكرش هيختفي أو المحفظة تتملي في يوم وليلة من غير تعب. خلي هدفك همشي 10 دقايق، هحوش 10 جنيه كل يوم. الإنجاز الصغير بيغذي الاستمرار، والاستمرار هو اللي بيوصلك للنتيجة الكبيرة. تالت حاجة، فصل القرار عن التاريخ. يعني لازم تقتنع ان 1 يناير هو مجرد يوم عادي جدا. القوة مش في الرقم، القوة في الإرادة اللي وراها الرقم. رابع حاجة والأخيرة، اسمح لنفسك تغلط. لو وقعت في نص الطريق، ده مش معناه ان حلمك ضاع وسنتك السودا باظت. ده معناه انك محتاج تقوم وتكمل. التغيير خط زجزاج مش خط مستقيم طالع نازل زي المونيتور اللي بيقرا نبض العيان. لو بقى خط مستقيم الله يرحمك. طول ما في زجزاج طالع ونازل على الشاشة احمد ربنا، انت كده لسه عايش. تزعل لو بقى مستقيم، انت كده مت. وفي النهاية ورقة النتيجة اللي بنقطعها كل يوم مش هي اللي بتحدد احنا مين وهنعمل ايه، ولا هي اللي بتملك مفتاح سعادتنا. السنة الجديدة مش منقذ هيستخرج منك النسخة الأفضل، انت المنقذ الوحيد لنفسك. لو استنيت اللحظة المثالية عشان تبدأ، هتفضل طول عمرك في صالة الانتظار. اللحظة المثالية هي دلوقتي، واليوم المناسب هو أي يوم تقرر فيه إنك تستحق حياة أحسن وتعمل الحاجة اللي بتحبها. إحنا مش محتاجين سنة جديدة، إحنا محتاجين عقلية جديدة. كل سنة وأنتوا طيبين، وكل سنة وأنتوا بتبدأوا فعلا مش بس بتتمنوا. مستني أسئلتكم وفضفضتكم، وأشوفكم الحلقة الجاية في فضفضة مع إبراهيم، وشكرا لمشاهدتكم.